مرحبا بكم في قناة واش فراسك للأخبار. ليصلك كل جديد، لا تنسى الإعجاب والاشتراك بالقناة. في واحدة من الحوادث الأليمة التي هزت مدينة الدار البيضاء، تعرض شاب في 18 من عمره للقتل على يد طفل يبلغ من العمر حوالي 13 سنة، في منطقة سيدي مومن. وقد شهد الحادث اعتداء شنيعا، وجريمة قتل مروعة أسفرت عن فقدان حياة شاب بسبب شجار بسيط. ووفقا لمصادر خاصة، فإن الحادث وقع بعد شجار بين الضحية والجاني الطفل. وعلى الرغم من أنه لم يكن هناك سبب يذكر لتصعيد الوضع، فقد صفع الضحية الجاني أمام أصدقائه، ليبدأ أصدقاؤه بالضحك والتنمر عليه، مما دفعه لإحضار سكين ليطعن به الضحية في عنقه وأرداه قتيلا. وأثارت الجريمة حالة من الصدمة والحزن في حي سيدي مومن، حيث تم إحالة الجاني إلى السلطات القضائية، وفتح تحقيق في القضية. وعلى الرغم من أن الجاني كان طفلا، إلا أن عمله المروع يعتبر جريمة خطيرة لا يمكن تجاهلها. ولذلك، فقد أثارت هذه الجريمة العديد من التساؤلات حول مدى التحكيم في قضايا مثل هذه، وعلى السلطات القضائية أن تتخذ إجراءات حازمة للتعامل مع الأطفال الذين يمارسون أعمال العنف. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يتم تعزيز الوعي في المجتمع بأن العنف والتنمر هي أفعال غير مقبولة ولا تناسب المجتمع المدني. وسنوفيكم بآخر أخبار هذه القضية، وتفاصيل أخرى، في فيديو قادم. ليصلك كل جديد، لا تنسى الإعجاب والاشتراك بالقناة.